مرحبا بكم في نشرتنا الإخبارية ليوم الثلاثاء 6 مايو. إليكم أبرز العناوين. الدائرة الجنائية تنظر اليوم في قضية التآمر على أمن الدولة. رئيس الجمهورية يبحث مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية. البرلمان يناقش قرضا للبنك الإفريقي لتطوير البنية التحتية. وزارة السياحة مضاعفة السياح القادمين من إفريقيا. تقدم أشغال بناء 4 سدود جديدة. وزارة التربية تطلق برنامج صيانة شامل للمؤسسات التربوية. تونس تفتك 3 جوائز في مهرجان مالمو للسينما. المنتخب التونسي يواجه كينيا في كأس إفريقيا للشباب. حادثة مرور مروعة في جيبس وتطاوين. الأمن يحجز أكثر من 2000 قرص مخدر في القصرين. والآن إلى التفاصيل. قضية التآمر. تنظر اليوم المحكمة الابتدائية بتونس الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في قضية التآمر على أمن الدولة 2 التي تشمل شخصيات سياسية بارزة مثل راشد الغنوشي ويوسف الشاهد ورفيق عبد السلام. رئيس الجمهورية والهجرة. الرئيس قيس سعيد التقى المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة مؤكدا وجود ترتيبات إجرامية مسبقة في ملف المهاجرين، وناقش معا برنامج العودة الطوعية. قرض لتطوير الطرقات. مجلس النواب يناقش مشروع قانون يوافق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل تطوير شبكة الطرقات الوطنية. السياحة والتعاون الإفريقي. وزير السياحة أعلن خططا لمضاعفة أعداد السياح الأفارقة مع تحسين الربط الجوي مع الدول الإفريقية. السدود الجديدة. تقدمت أشغال بناء 4 سدود كبرى، ومن المتوقع إغلاقها وبدء تعبئتها خلال هذا العام. برنامج صيانة المدارس. وزارة التربية وضعت برنامجا لصيانة كل المؤسسات التعليمية في مختلف الولايات. جوائز مهرجان مالمو. تونس حصدت 3 جوائز خلال مهرجان مالمو للسينما، مما يعكس تميز إنتاجها الفني عالميا. أخبارنا الرياضية. تونس ضد كينيا. منتخبنا الوطني للشباب يواجه اليوم منتخب كينيا في كأس إفريقيا تحت 20 سنة في مباراة حاسمة بالقاهرة. حوادث مرور مأساوية للأسف. حادث في جابس خلف قتيلين و8 جرحى، وآخر في تطاوين أسفر عن وفاة 3 أشخاص. في القصرين حجز مخدرات. الوحدات الأمنية بالقصرين ضبطت أكثر من 2000 قرص مخدر بحوزة شخصين على متن سيارة. كانت هذه أبرز أخبار تونس اليوم. تابعونا لمزيد من المستجدات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.